السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم سنة تالتة إعدادي في قناتكم ذاكرلي أونلاين. إزيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. هنحل مع بعض النهاردة أهم أسئلة الدرس الأول في التاريخ، وهو بعنوان مصر بين المماليك والعثمانيين. لو لسه ما شفتوش شرح الدرس هسيب لكم الرابط في وصف الفيديو وفي أول تعليق مثبت، لازم تشوفوه قبل ما تحلوا الأسئلة دي. وزي ما انتوا عارفين يا شباب ان السنة دي امتحاناتكم هتبقى بنظام البوكلت. لو في حد ما يعرفش ايه هو نظام البوكلت يكتب لنا في التعليقات، وان شاء الله نعمل لكم فيديو ونوضح فيه نظام امتحانات تالتة اعدادي سنة 2024. قبل ما نبدأ انزل ادعمنا باللايك الجميل والاشتراك في القناة علشان تتابع كل فيديوهاتنا اول باول. اول مجموعة اسئلة معانا بتقولك اختر الاجابة الصحيحة. بدأ الصدام بين المماليك والعثمانيين بعد استيلاء السلطان العثماني سليم الأول على إيه؟ يا ترى مدينة القاهرة ولا إمارة ذي القادر ولا بلاد الشام ولا بلاد الحجاز؟ الصدام اللي بدأ بين المماليك والعثمانيين بدأ بعد استيلاء العثمانيين على إمارة ذي القادر. طيب تراوحت مدة بقاء نقط في مصر ما بين سنة إلى 3 سنوات. طبعا دي مدة بقاء الوالي. طيب ضمت الطبقة الوسطى من المجتمع المصري أثناء الحكم العثماني، يا ترى ضمت إيه؟ الأتراك ولا المماليك ولا كبار التجار ولا الفلاحين؟ طبعا الطبقة الوسطى ضمت كبار التجار. طيب بعد فشل حركة علي بيك الكبير عادت مصر ولاية عثمانية تحت حكم مين بقى؟ يا ترى ظاهر العمر ولا محمد بيك أبو الدهب ولا سليم الأول ولا السلطان الغوري؟ طبعا رجعت تحت حكم محمد بيك أبو الدهب. السؤال اللي بعد كده في الاختيارات بيقولك أصبح نقط الحاكم الفعلي لمصر عام 1768 بعد إعلان استقلاله بها. يا ترى سليم الأول ولا طومان بي ولا علي بيك الكبير ولا محمد بيك أبو الدهب؟ طبعا بعد استقلال مين علي بيك الكبير بمصر أصبح الحاكم الفعلي لها في سنة 1768. طيب كانت معركة مرج ضابق بالنسبة للدولة المملوكية ذات أهداف إيه؟ هجومية ولا دفاعية ولا اقتصادية ولا توسعية؟ طبعا المماليك في المعركة دي كانوا بيدافعوا عن نفسهم، يبقى ذات أهداف دفاعية. طيب تحالف علي بيك الكبير مع نقط حاكم جنوب الشام أثناء حركته الاستقلالية بمصر. كان اسمه إيه؟ حاكم جنوب الشام اللي تحالف معاه علي بيك الكبير ده كان اسمه ظاهر العمر. طيب تغيرت أوضاع الشام وتبعيتها السياسية بعد معركة إيه؟ يا ترى ديو البحرية ولا جلديران ولا مرج ضابق ولا الريدانية؟ تبعية الشام اتغيرت بعد معركة مرج ضابق، الإجابة رقم 3. طيب بيقولك استفادت عاصمة الدولة العثمانية اقتصاديا بشكل مباشر من خبرات المصريين في مجال إيه؟ في مجال طبعا الصناعة. السؤال اللي بعد كده بيقولك انتهت دولة المماليك في مصر بعد موقعة جلديران ولا مرج ضابق ولا الريدانية ولا ديول البحرية؟ دولة المماليك انتهت طبعا بمعركة الريدانية. طيب بيقولك عانت الدولة المملوكية من أزماتها الاقتصادية مع انهيار النشاط ايه؟ زراعي ولا صناعي ولا تجاري ولا رعوي؟ طبعا الاقتصاد تأثر جدا في الدولة المملوكية بسبب انهيار النشاط التجاري واكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح. بيقولك انتقلت خلافة العالم الإسلامي الدينية عام 1517 إلى الدولة الإيه؟ مملوكية ولا صفوية ولا عباسية ولا عثمانية؟ طبعا انتقلت إلى الدولة العثمانية. بعد كده يا شباب معانا مجموعة أسئلة بتقولك اكتب ما تشير إليه كل عبارة مما يأتي. إمارة مملوكية استولى عليها السلطان سليم الأول قبل معركة مرج ضابق، دي إمارة إيه؟ دي إمارة ذي القادر. طيب طريق اكتشف عام 1498 فكان سببا في التدهور الاقتصادي للمماليك. طبعا ده طريق رأس الرجاء الصالح. طيب بيقول لك مدينة انتقل إليها أمهر الصناع المصريين في العصر العثماني، دي مدينة إيه؟ دي مدينة الأستانة عاصمة الدولة العثمانية. طيب بيقول لك نظام جعل الأرض الزراعية ملكا للدولة العثمانية وليس للفلاح حق التصرف فيها، ده نظام اسمه إيه؟ ده نظام حق الانتفاع. السؤال اللي بعد كده بيقول لك معركة تحولت بعدها مصر إلى ولاية عثمانية عام 1517، لسه قايلينها من شوية، دي معركة
الريدانية. طيب علوم احتفظت بمكانتها وأهميتها في مصر خلال العصر العثماني. ايه العلوم اللي احتفظت بمكانتها وأهميتها في العصر العثماني؟ دي العلوم الشرعية اللي هي الدينية. بعد كده معانا مجموعة أسئلة مهمة جدا بتقولك بما تفسر فشل حركة علي بيك الكبير. ليه يا شباب فشلت حركة علي بيك الكبير؟ سؤال مهم جدا. هقوله ده بسبب انحياز نائبه محمد بيك أبو الدهب للسلطان العثماني واتفاقه معاه ضد علي بيك الكبير. طب بقول لك كساد التجارة الداخلية إبان الحكم العثماني. ليه كسدت التجارة الداخلية أو ركضت، كانت متدمرة خالص في الحكم العثماني؟ هقوله ده بسبب تدهور الزراعة والصناعة، وكمان بسبب افتقاد الأمن وإهمال الطرق البرية والإغارات المتلاحقة لبدو الصحراء عليها، عشان كده التجارة الداخلية كانت متدمرة. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لك اتجاه العثمانيين نحو مصر والشام. ليه العثمانيين قرروا يتجهوا نحو مصر والشام؟ هقوله ده بسبب حاجتين. أول حاجة إدراك السلطان العثماني سليم الأول خطورة التوسع والصدام مع مين؟ مع الدول الأوروبية، لتفوق الدول الأوروبية حضاريا وعسكريا على العثمانيين. تاني حاجة رغبة بقى السلطان العثماني في توسيع ممتلكات الدولة العثمانية في الشرق عن طريق الاستيلاء على مصر اللي بتمثل قلب العالم الإسلامي. طب السؤال اللي بعد كده بيقول لك حمل نظام الحكم العثماني لمصر في ثناياه عوامل ضعفه. بما تفسر ازاي او ليه حمل نظام الحكم العثماني عوامل ضعفه؟ هقوله ده بسبب قصر مدة حكم الوالي اللي كانت بتتراوح ما بين سنة ل3 سنوات، وكمان بسبب زيادة سلطة الديوان والحامية العثمانية. طب السؤال اللي بعد كده في أسئلة بما تفسر بيقول لك هزيمة الجيوش المملوكية أمام الجيش العثماني. ليه اتهزمت الجيوش المملوكية قدام الجيش العثماني؟ هقوله ده بسبب عدم الاستقرار الداخلي للمماليك ونزاعهم المستمر على السلطة، وكمان بسبب التفوق العسكري للجيش العثماني واستخدام أساليب القتال الحديثة والأسلحة المتطورة. بيقولك اتسمت الحياة الفكرية والثقافية في مصر بالجمود والتخلف في ظل الحكم العثماني. ليه الحياة الفكرية والثقافية في مصر كانت فيها جمود وتخلف في أثناء الحكم العثماني؟ هو ده بسبب العزلة اللي فرضها العثمانيون على مصر. السؤال اللي بعد كده في أسئلة بما تفسر بيقولك تطلع بكوات المماليك للانفراد بحكم مصر خلال القرن ال17 الميلادي. ايه اللي شجع المماليك ان هم ينفردوا بحكم مصر خلال القرن ال17 الميلادي؟ هقوله طبعا رغبتهم في إحياء دولة المماليك مرة تانية والاستقلال عن الدولة العثمانية، خاصة بعد ضعف الدولة العثمانية في منتصف القرن ال17. طب السؤال اللي بعد كده بيقولك التدهور الزراعي لمصر في عصر الدولة العثمانية. ليه الزراعة كانت متدهورة في عصر الدولة العثمانية؟ هقوله طبعا ده بسبب معاناة الفلاح المصري من كثرة الضرائب المفروضة على الأراضي الزراعية وتعسف وظلم الملتزمين في جمعها، وكمان إهمال الحكام لتنظيم الري وإقامة السدود وحفر الترع. بعد كده يا شباب معانا مجموعة أسئلة بتقولك ضع علامة صح أو خطأ مع تصويب الخطأ. تغيرت تبعية مصر السياسية بعد معركة الريدانية 1517. أيوة صح. طب اقتصرت الصناعة في مصر أثناء الحكم العثماني على الصناعات اليدوية البسيطة. أيوة طبعا صح. طيب هزمت جيوش طومان بي في معركة مرج دابق، صح ولا غلط؟ طبعا غلط، طومان بي يتهزم في معركة ايه؟ الريدانية مش مرج دابق. طيب تجنب السلطان العثماني الصدام مع الدول الأوروبية، صح ولا غلط؟ هل السلطان العثماني تجنب الصدام مع الدول الأوروبية؟ أيوة طبعا صح. بيقولك استطاع السلطان العثماني القضاء على حركة علي بيك الكبير بفضل قوته العسكرية، صح ولا غلط؟ لا غلط، أمال بفضل إيه؟ بفضل انحياز محمد بيك أبو الدهب للسلطان العثماني. بيقولك انتهى الصدام بين الدولتين الصفوية والعثمانية بهزيمة السلطان سليم الأول، صح ولا غلط؟ لا غلط، دي انتهت بانتصار السلطان العثماني وهزيمة الدولة الصفوية.
طب السؤال اللي بعد كده بيقولك تدهورت التجارة الخارجية لمصر أثناء الحكم العثماني بسبب معركة ديو البحرية، صح ولا غلط؟ طبعا غلط، دي تدهورت بسبب ايه؟ بسبب تحول الطريق التجاري بين الشرق والغرب إلى طريق رأس الرجاء الصالح، وكمان منح الدولة العثمانية الامتيازات الأجنبية للدول الأوروبية. السؤال اللي بعد كده في أسئلة صح وغلط بيقولك تعرضت دولة المماليك للتدهور الاقتصادي نتيجة اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح. سؤال سهل جدا، طبعا صح. طب اتسمت الحياة الفكرية والثقافية خلال الحكم العثماني بالتطور المستمر. لا غلط، احنا لسه قايلين من شوية انها اتصفت بايه؟ بالجمود والتخلف. بدأ الصدام العثماني في الشرق مع الدولة المملوكية، صح ولا غلط؟ لا غلط، الصدام العثماني في الشرق بدأ مع الدولة الصفوية. بعد كده يا شباب معانا مجموعة أسئلة بتقولك ما النتائج المترتبة على نقل الصناع المهرة من مصر إلى عاصمة الدولة العثمانية؟ إيه اللي ترتب على نقل الصناع المهرة والشاطرين من مصر للدولة العثمانية؟ ده أدى طبعا لتدهور وتأخر الصناعة في مصر خلال الحكم العثماني، وأصبحت الصناعات في مصر يدوية بسيطة ورديئة. طب السؤال التاني، معركة ديو البحرية في عام 1509، إيه اللي ترتب على المعركة دي؟ هو طبعا ترتب عليها تحطم الأسطول المملوكي وتعرض دولة المماليك لأزمات مالية وتدهور اقتصادي. السؤال الثالث بيقولك فشل حركة علي بيك الكبير، إيه اللي ترتب على فشل حركة علي بيك الكبير يا شباب؟ ده أدى إلى إيه؟ عودة مصر إلى ولاية عثمانية تحت حكم شيخ البلد محمد بيك أبو الدهب. السؤال الرابع بيقولك التفوق الحضاري والعسكري للدول الأوروبية على العثمانيين في أوائل القرن الستاشر. سؤال مهم جدا، اللي ترتب على التفوق الحضاري والعسكري للدول الأوروبية على العثمانيين في أوائل القرن الستاشر؟ ده أدى إلى اتجاه السلطان العثماني إلى الشرق، فاصطدم بالدولة الصفوية وهزمها، وكمان الدولة المملوكية وهزمها أيضا، واستولى على مصر والشام. آخر مجموعة أسئلة معانا النهاردة بتقولك دلل تاريخيا على صحة العبارات الآتية: اتسمت الحياة الفكرية والثقافية في مصر أثناء الحكم العثماني بالجمود والتخلف. إيه دليلك إن الحياة الفكرية والثقافية في مصر أثناء الحكم العثماني كانت بتتسم بالجمود والتخلف؟ هقول له أيوة، حيث اهتزت مكانة الأزهر العلمية ولم يعد هناك اهتمام بالعلوم العقلية والرياضية والطبيعية، واقتصر الاهتمام فقط على العلوم الشرعية، وكمان تدهورت الحياة الأدبية وانتشر الجهل والدجل والشعوذة والخرافات. طب السؤال الثاني بيقولك دلل كان المماليك أنفسهم سببا في إضعاف قوتهم العسكرية. قالوا طبعا كانوا سبب في إضعاف قوتهم العسكرية بكثرة تنازعهم على السلطة، واللي تسبب في اضطراب الأمن وكثرة الفتن والثورات الداخلية، وبالتالي ضعف واستنزاف قوتهم العسكرية. طب السؤال اللي بعد كده بيقولك معاناة الفلاح المصري أثناء الحكم العثماني. دلل على إن الفلاح المصري كان بيعاني أثناء الحكم العثماني. هقول له طبعا كان بيعاني حيث فرض عليه الكثير من الضرائب، وتعرض للظلم والتعسف من الملتزمين، وكمان لم يهتم الحكام بتنظيم الري وإقامة السدود وحفر الترع. طب بيقولك انقسم المجتمع المصري في عهد العثمانيين إلى فئتين. إيه دليلك إن المجتمع المصري اتقسم لفئتين في عهد العثمانيين؟ هقوله اتقسم إلى فئة الحكام واللي تكونت من الأتراك والمماليك، واللي كان ليهم كافة السلطات في شؤون الحكم والإدارة. والفئة التانية كانت المحكومين، واللي كانوا عبارة عن طبقتين: طبقة وسطى واللي كانت مكونة من المشايخ وعلماء الأزهر ورجال الدين وكبار التجار، وطبقة دنيا واللي كانت مكونة من الفلاحين وصغار الحرفيين وعامة الناس. وبكده يا شباب يكون خلص فيديو النهاردة، وفي النهاية ما تنسوش تدعمونا بلايك للفيديو والاشتراك في القناة علشان تتابعوا كل فيديوهاتنا أول بأول. سلام.